السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير قوي بتقدم على انترفيوهات كتير او بتدخل انترفيوهات كتير وبتبقى مجهزة نفسها وعلى اتم الاستعداد، وبتدخل انترفيو وللاسف بعد لما تخلص انترفيو بتلاقيها ميل ان هي ريجكت او مش بيتبعت لهم اصلا او مش بيترد عليه. في الحالة دي بيبدأ اللي اتعمل له انترفيو يسأل نفسه طيب انا وقعت في ايه، او ايه اللي غلطت فيه، او ايه الحاجة اللي انا عملتها خليت تترفض. وبيبدأ يفضل يسأل نفسه اسئلة كتير قوي ومش بيلاقي ليها اي اجابات. فانا النهاردة جايبه لكم كده شوية كلام كده وشوية مواقف انت بتعملها لا اراديا في الانترفيو، بتبين للي بيعمل لك انترفيو ان انت شخص مش بروفيشنال او ان انت متوتر. حتى لو انت حاولت على قد ما تقدر ما تبينش ده، ما تبينش ان انت متوتر في الانترفيو، فانت بيبان عليك عن طريق الحاجات اللي انت بتعملها، الا وهي الحاجات اللي انا هشرحها في الفيديو ده. اول حاجه واهم حاجه ان انت تبقى داخل انترفيو وانت متعرفش اي حاجه عن الشركه اللي انت مقدم عليها. ناس كتير بتبقى داخله، بيبقى حد كلمها بتدخل بتقدم على اكتر من شركه، ولما بترد عليها بتبقى مكسوفه ان هي تسال اللي بيرن عليها طب ده انترفيو تبع شركه ايه، ده ايه تفاصيل الشركه، ايه تفاصيل الوظيفه. فبيبقى رايح يا عيني هو مش عارف هو مقدم على وظيفه ايه ولا هيعمل ايه، ولا عارف هو الانترفيو ده هيسأل على اي تفاصيل في التليفون لما يرنوا عليه تحديد الميعاد. فللاسف بيبقى مش عارف اي حاجه، وبيبقى بس في دماغه ان هو انا عايز اشتغل فانا هروح الانترفيو ده. فبيروح بيتسأل عن الشركه والوظيفه اللي هو مقدم عليها ومش بيبقى عارف اي حاجه. تمام، فاحنا نركز على ان احنا قبل ما نروح الانترفيو هو بيرن علينا نسأله دي شركه ايه، الوظيفه اللي انا مترشح ليها وظيفه ايه، والانترفيو هيبقى ولا سيمي فورمال ولا كاجوال. تمام. بعد خلاص احنا سألنا الاسئله دي وعرفنا كل حاجه، هنجهز سواء لو هو انترفيو فورمال فهنلبس فورمال وهنروح الانترفيو. هنبقى طبعا عملنا سيرش عن الشركه دي، الشركه دي بتقدم ايه، السيرفيس بتقدمها ايه، البرودكت اللي هي بتبيعها، وايه الوظائف او ايه الاقسام بتاعه الشركه دي. تمام. هو ممكن يسالني هيقول لي سؤال كده، السؤال الشائع او اللي اغلب الشركات بتساله، بيقول لك تعرف ايه عن الشركه بتاعتنا، طب هي بتقدم سيرفيس ايه، طب هي بتقدم برودكت ايه. تمام. دي اهم حاجه ودي اغلب الناس بيقعوا فيها، فدي لازم نركز عليها، وزي ما قلت نعمل سيرش على الشركه قبل ما نروح. دي كده بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه ممكن اترفض عشانها. تاني حاجه الانطباع الاول، الفيرست امبريشن. انت خلاص خلصت وخدت الميعاد وداخل الانترفيو، ودخلت اول ما دخلت داخل مكشر وقاعد كده قاعده مش مرتاح، قاعد كده خالص على اللي بيعمل لك انترفيو، عامل كده على الكرسي او واخد راحتك قوي ومرجع ظهرك لورا. لا، انت هتقعد قاعده مستقيمه زي ما انا قاعده كده. في نفس الوقت ما تحسسش اللي بيعمل لك انترفيو ان انت قاعد متنشن او قاعد على اعصابك، لا خد راحتك خالص. واهم حاجه يا جماعه برضه هاكد تاني، الفيرست امبريشن، تبقى داخل مبتسم، ترد عليه تحيه سواء السلام عليكم او صباح الخير مساء الخير زي ما انت حابب، اهم حاجه بس ترد عليه وتدخل مبتسم. طبعا هو هيرحب بيك ويبدا يقول لك introduce yourself. اول لما يقول لك introduce yourself مش عايزك تحكي كتير، هتقول ايه، اسمك، سنك، متخرج من ايه، لو انت عندك experience هتقولها. كل ده تجهزه في 5 أسطر او 4 أسطر بالكتير. لو انت عندك خبرات كتير فانت معاك لحد 9 أسطر، اللي هو دقيقة من دقيقة ونص لدقيقتين ان انت تقدم نفسك. تمام. وتبقى مجهز نفسك ليها. كده خلاص احنا عرفنا ايه اللي ممكن نقع فيه في introduce yourself. وحاول ما تحكيش كتير او ما ترغيش كتير في السؤال ده، هو مش عايز منك غير دقيقة، من دقيقة ونص لدقيقتين، مش عايز منك اكتر من كده. تمام. هيبدأ يسألك اسئلة اسمها البيهيفير question، يسألك عن مواقف ويقولك والله لو حصل معاك موقف كذا انت هتتصرف ازاي.
فهو من الاسئله دي مثال عليها اللي هو السؤال اللي بيقولك لو انت دخل عندك عميل غاضب هتتصرف معاه ازاي. فانت تحاول تجهز الاسئله دي وتجاوب تجاوب اجوبه مناسبه، وما تبينوش في الاجابه ان انت شخص ممكن تتعصب على اقل حاجه، او جه العميل يتعصب عليك فانت تتعصب عليه. لا، حاول تبين له ان انت هتتعامل معاه بشكل بروفيشنال وتسمع له وتحاول تحل المشكله وكل الكلام الجميل ده. طبعا شرح كل الاجابات او الحاجات ازاي نجاوب عليها بطريقه بروفيشنال الفيديو لوحده، فانا مش عايزه اخد من وقت الفيديو ده ونكمل في باقي الاسئله. تمام. هيسالني في بعض الاتش ار بيسالوا سؤال كده في النص، بيسالوا اسئله كده في النص عايزين يوقعوك، يقول لك طب ايه اخبار مديرك القديم معاك؟ فانت بقى بكل اريحيه تقول له والله ده كان مطلع عيني، والله ده اصل كان بياكل عليا المرتب اكس. اوعى تتكلم عن الشغل بتاعك القديم بطريقه وحشه او تتكلم سلبيه عموما عن اي حاجه في الانترفيو. خليك بروفيشنال واتكلم بطريقه بروفيشنال، ولو هتذكر شغلك القديم اذكر ان هو كان كويس وحلو خالص، بس انا عايزه اسيبه علشان انا شايف ان الشركه بتاعتكم فرصه ان انا اكبر فيها وان انا اترقى بطريقه اسرع. حاجه برضو تانية لما اللي بيعمل لك انترفيو يسالك سؤال، ما تجريش بقى قبل ما يكمل السؤال تروح تجاوب. لا، خد وقتك وخد من ثواني ل10 ثواني تجاوب فيهم عادي براحتك، وتفكر في الاجابه. ولو في اجابه انت مش عارفها او انت عايز وقت تفكر فيها اكتر، اطلب منه ده، قول له ممكن تديني دقيقه بس وهجاوب عليك، واستنى دقيقه كده ورد عليه. اهم حاجه تبقى متزن، تحافظ على الالتزام بتاعك وما تبينوش ان انت متوتر ولا ان انت مهزوز، ولا تجاوب بسرعه يخليك تغلط او تتعثر في الكلام وانت بتتكلم. كل ده ممكن يضيع منك الفرصه دي. انا عايزه اقول لكم برضو البادي لانجوج بتاعتكم تحافظوا عليها انتوا بتتكلموا، تبقى هاديه. لو في حاجه مثلا تستدعي ان انت تتكلم بايديك تتكلم، بس تبقى بسيطه، مش دايما او مش على طول. ما ينفعش تبقى قاعد قدام الانترفيو وانت عامل كده مربع ايدك. تمام. ومن الحاجات المهمه جدا ان انت تبقى في القعده بتاعتك قاعد مرتاح، ما تبقاش مرجع ظهرك لورا خالص كانك نايم، او تبقى قاعد كده خالص عند الانترفيو. ودي حاجات انا عايزه اقول لكم برضو بالنسبه للبادي لانجوج. انا اعرف واحد اترفض بسبب ان هو كان قاعد على الكرسي وبيلف، الكرسي كان متحرك، كان بيلف يمين وشمال، وبالرغم ان هو كان مجاوب كويس جدا وجاوب كل الاسئله ومفيش سؤال جاوبه غلط، بس هو اترفض بسبب ان هو كان بيهز الكرسي يمين وشمال. حاجات برضو مهمه هقولها سريعا كده. لما يسالك introduce yourself او كلمني عن نفسك، ما تحكيش قصه حياتك كامله، احكي الحاجات المهمه. هو اللي عايز يسمعه، عايز يسمعك انت بتتكلم ازاي، طريقتك في الكلام، ما تقعدش مشبك ايدك كده وانت بتتكلم. تمام. دي حاجه برضو مهمه. ما تحكيش تفاصيل كتير في introduce yourself، هو مش محتاجها. هو محتاج منك انت اشتغلت فين، شهادات انت خدتها، نبذه عن نفسك، اسمك، سنك، متخرج في ايه. تمام. فانت هتقولها كده بالترتيب: اسمك، سنك، متخرج من كليه ايه، اشتغلت فين قبل كده. لو ما اشتغلتش هتقول ان انت شاركت مثلا في نشاط طلابي لما كنت في الجامعه او في الكليه. هتقول شهاده انت خدتها. لو مش عايز تقول كل ده ممكن تقول اسمك وسنك ومتخرج من فين وشغلك القديم لو في شغل قديم. اكتر من كده هو مش عايز. هو عموما في introduce yourself هو مش عايز معلومات، هو كده كده عنده السي في، هو مش محتاج يعرف عنك، ولكن هو عايز يشوف طريقتك وانت بتتكلم ازاي. هو عايز يشوفك هل انت وانت بتعرف نفسك هتتوتر، هتتكلم بثقة، هتتكلم بطريقة كويسة وشيك بروفيشنال. فهو على الاساس ده بيقيس سواء انت هتكمل معاهم ولا لا. تمام. برضو من الحاجات اللي هي في اسئله كده ناس كتير قوي بترفض بسببها، اللي هو سؤال: انت عايز تشتغل معانا ليه؟ لما يقولك انت ليه عايز تشتغل معانا، هو عايز يسمع منك اسباب منطقيه، مش عايز يسمع منك تقول له اصل انا والله ما كنتش بشتغل وانا قاعد في البيت وكنت بقدم على كذا شركه وانتوا رديتوا عليا
وبرضو واحد يقول مثلا انا عايزه اشتغل عشان انا محتاج فلوس. لا، واحد تقول كده. الاجابات دي يا جماعه ما ينفعش. هو عايز يسمع منك حاجه. لما يقولك انت ليه عايز تشتغل معانا، هو عايز يسمع منك ان انت شاطر في المجال اللي انت مقدم عليه وان انت هتضيف للشركه دي. فانت تقول له والله العظيم انا هقول لكم اجابه. انا حرفيا عدتني من انترفيو كامل. انا عكيت في انترفيو دخلته، عكيت فيه كله، بس في الاخر لما سالني انت ليه عايزه تشتغلي معانا انا جاوبت بطريقه بروفيشنال جدا. هو حتى اللي كان بيعمل انترفيو قال انا هقبلك بسبب اجابتك على السؤال ده. قال لي انت ليه عايزه تشتغلي معانا؟ فقلت له والله انا عملت سيرش على البرودكت وعلى السيرفيس اللي انتوا بتقدموها ولقيتها كويسه جدا، وانا عن نفسي لما شفت المميزات بتاعتها حسيت ان انا عايزه لا اشتري منك او اخد من السيرفيس بتاعتكم او البرودكت دي ليا ولاصحابي. حتى لما عرضت الموضوع ده على اصحابي قلت لهم ايه رايكم في السيرفيس بتاعت الشركه دي، وبدات اشرح لهم المزايا واقول لهم دي جميله جدا وفي حد قبل كده جربها وورديهم الريفيوز وكده، فهم كمان اقتنعوا وكانوا عايزين برضو ياخدوا السيرفيس منكم. فانا يعتبر بعت اول بيعه قبل ما ادخل الشركه دي. تمام، ده بالنسبه للشركات اللي هي بيبقى فيها مبيعات او داخل انتاج المبيعات. قلت له انا اوريدي بعت قبل ما اشتغل اصلا. فبالنسبه لي اني انا ابقى جزء من الشركه دي، شايفه نفسي ان انا هحقق ارقام كويسه جدا او هعمل ارقام كويسه جدا، وده هيفرق مع الشركه وهيفرق لي انا في ان انا اطور من نفسي وابدا خطوه جديده وابقى كويسه في الشغل، ومع مرور الوقت ان شاء الله اترقى واشوف نفسي في تايتل كويس في الشركه. فالاجابه دي بروفيشنال. انا مش عايزاكم تحفظوا الاجابه دي وتروحوا تقولوها برضو بالنص، انا عايزاكم تاخدوها وتزودوا عليها وتنقصوا منها تعملوا سيرش وتجيبوا من هنا وتجيبوا من هنا تدخلوا انترفيو. اهم حاجه فيه وانت داخل الانترفيو ما تبقاش حاطط في دماغك ان انت ميت على الوظيفه دي. انا لو ما اتقبلتش في الوظيفه دي انا هطلع افضل اعيط، انا هموت نفسي. لا، انا عايزاك تدخل انترفيو وتحس ان انت اللي رايح لهم، هما محتاجينك مش انت اللي محتاج لهم. وتحط الجمله دي في دماغك. اهم حاجه هما محتاجينك مش انت اللي محتاج لهم، او زي ما انت محتاج لهم هما محتاجينك. ما تقللش من خبراتك، ما تقللش من مجهودك، ما تقللش من نفسك عموما ان انت داخل انترفيو. وحط في دماغك ان انت شاطر وان انت اشطر من الناس اللي في الشركه دي. حرفيا انت لو داخل انترفيو وفي دماغك الكلمتين دول وانت مؤمن بيهم، فانت 100% بنسبه 100% انت عديت في الانترفيو سهل مش صعب. انا كل اللي بتكلمه ده دلوقتي لحد دلوقتي الانترفيو البيرسونال. التكنيكال بيبقى حاجه تانية. تمام، البيرسونال اسهل حاجه ممكن تعملها في البروسيس بتاعت الانترفيوز عموما. بيعتمد على حاجه واحده انت لو عرفت تعملها اعتبر نفسك ان انت اي بيرسونال انترفيو هتدخله هتعديه، الا وهي الثقه. ان انت تبقى واثق من نفسك وانت داخل، انت عارف نفسك انت مين، بتقدم ايه الخبرات بتاعتك، عارف الشركه دي حجمها ايه، وعارف انت حجمك ايه، وانت داخل تقدم لهم ايه وهتاخد منهم ايه. نصيحه اخيره عايزاكم وانتوا داخلين انترفيو ما تقللوش من نفسكم. انتوا حط في دماغك ان انت بخبراتك بالشهادات اللي انت خدتها بالتعليم اللي انت اتعلمته ان انت احسن حد، وان انت ما تقارنش نفسك بالناس اللي معاك ولا تقول يا نهار اسود ده انا معايا ناس كتير شاطرين انا ازاي هعدي من الناس دي. اوعى تفكر التفكير ده. دايما حط في دماغك ان انت داخل ان انا اشطر حد في المكان ده وان انا هعدي. انت لو اكتسبت الثقه وانت دخلت على اللي بيعمل لك انترفيو وهو حاسس ان انت واثق من نفسك، بغض النظر عن انت بتقول ايه، انت حتى لو جاوبت سؤال غلط وانت جاوبت وانت واثق من نفسك وبتتكلم بطريقه بروفيشنال، هو هتحسس في الانترفيو ان انت صح. حتى لو انت غلط انت صح. فهو ممكن او مش ممكن، هو بنسبه 95% لو هو حاسس ان انت واثق من نفسك هو يقبلك. هو مش محتاج منك ومش بيسالك في السي في بتاعك او بيسالك انت اشتغلت ايه واسمك ايه وسنك ايه، عشان هو عايز يسمع الكلمتين دول. هو عايز يشوف طريقتك وانت بتتكلم، عايز يشوفك انت واثق من نفسك ولا لا. كل دي حاجات مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها. واخيرا وليس اخيرا هقول لكم 4 نصايح تعملوا بيهم في اي انترفيو.
4 نصايح. اول نصيحة: جهز الانترفيو كويس وانت رايح، البس لبس كويس وانت رايح، خلي انطباعك الاول كويس، خليك ذكي. وفي اخر انترفيو لما يسألك ويقولك انت عندك اسئلة تانية تسألها لي، ما تقولوش لا شكرا وتمشي، اسأل اسئلة ذكية في الاخر. وقول له لو انت حابب تسأله عن ان الشركة امتى هترد عليا، ده مش ان انت بتقلل من نفسك او انت دي حاجة وحشة، لا بالعكس اسأله. قول له انا عايزة اسألك على الفيدباك، ولو انت عايز تسأل اي اسئلة تاني فيل فري ان انت او اسأل الاسئلة اللي انت عايزها اخر الانترفيو. شوف اللي انت حابب تسأله، اسأله بكل اريحية. لو سألك اخر الانترفيو وقالك انت عندك اي اسئلة، ما تتكسفش تسأله اي سؤال. لو مش عارف تقول له ايه، اسأله، قول له انا عايز اسألك عن ميعاد الفيدباك. اسأله لو مثلا هل الشركة دي ممكن تقدم لي تدريب بعد لما اتقبل، لو اتقبلت ان شاء الله وبقيت معاكم هل هتقدموا لي تدريب، عشان ده هيفرق معايا. حاول تسأل اسئلة ذكية تبين لهم ان انت شخص ذكي ومهتم بالفرصة. واخيرا وليس اخيرا، قولوا لي في الكومنتات انتوا حابين ايه اعمل لكم ايه انترفيوهات جديدة هتفيدكم، سواء في الكارير بتاعكم او سواء في اي حاجة. ولو في اي اسئله برضو انتوا اتسالتوها قبل كده في بيرسونال انترفيو، اكتبوا لي في الكومنت السؤال ده وانتوا مش عارفين الاجابه بتاعته لحد دلوقتي، اكتبوا لي في الكومنت وانا هدخل ارد على كل واحد فيكم. كده الفيديو انتهى. حابه اشكركم وان شاء الله يا رب كلكم بالتوفيق.